وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. أهلا بيكم في برنامج رحلة سلام. هكون معاكم أنا آية السيد، باحثة ماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة وخريجة إعلام القاهرة قسم الإذاعة والتلفزيون. خلونا أتكلم معاكم شوية الأول عن البرنامج والهدف منه. رحلة سلام هيكون برنامج أسبوعي بواقع حلقة كل أسبوع، وهتكون يوم الخميس، والبرنامج هيتقسم لأكتر من موسم. كمان البرنامج زي ما سمعتم في البرومو ليه وجهة وغاية ووسيلة أو أداة بتساعدني أحقق معاكم الهدف من البرنامج، والوسيلة هي النقاش البناء الهادف. يعني ببساطة هطرح وهناقش معاكم موضوعات وقضايا كتيرة نفسية واجتماعية متنوعة ومختلفة بشكل إيجابي وبناء، وهستنى مشاركاتكم وتعليقاتكم على كل حلقة، وهعرض تعقيباتكم وأسئلتكم في حلقة لوحدها وجاوبكم عليها، لأن أهم حاجة عندي هي تواصلكم معايا وتفاعلكم مع المحتوى. في برنامجنا هنوصل سوا لأعماق الذات الإنسانية. يعني إيه أعماق الذات الإنسانية؟ يعني الجوانب العميقة والخفية في شخصية الإنسان وعقله وروحه، بما فيها من أفكار ومشاعر ورغبات وصراعات نفسية ومخاوف اللي مش دايما بتكون ظاهرة لينا أو واعيين بيها. وكل الأعماق دي هي اللي بتشكل جوهر أو طبيعة الإنسان، عشان نحاول بيها في رحلتنا نوصل لبر السلام النفسي، من استقرار وأمان وإدراك وفهم ووعي لأنفسنا الأول وللمجتمع من حوالينا. هنطرح ونناقش في البرنامج قضايا نفسية واجتماعية مهمة جدا، وهناقشها من كل الجوانب الممكنة، ونستعرض جوانب الحلول أو كيفية التعامل معاها. وهستنى زي ما قلت لكم في البداية مشاركاتكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم لقضايا وموضوعات تانية حابين إن أناقشها وأتكلم عنها. الخميس اللي جاي استنوني أنا آية السيد في برنامج رحلة سلام. مع السلامة.